الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء ألا أفعله ثم فعلته، حنتت يعني قالت شو الواجب علي؟ يا أخت بتول ما فيش سنة ولا سنتين، أنا نقول الشيء هذا نحلف أني لا أفعله، ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس، يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس، فهنا وجبت الكفارة، لأن حنتني إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة، إلا إذا كان حدد قال الشيء هذا أحلف ألا أفعله خلال سنة، ففعله له بعد السنة مش حنث. لكن إذا كان أطلق كان من نفعلاش فعل قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع، ووجبت عليه الكفارة. شنو هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تو ما عادش فيه رقبة يعني باش يعتقها، إما بيطعم وإما يكسو، يجيب 10 مساكين، كان يبي كسوة يعطيهم ثمن، يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير، مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة، يعطيهم ثمن كسوة الكبير، ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هم كسوتين أو 3 للصغار، فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين، غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء. ودار الإفتاء الليبية تقدرها ب4 دينارات عن كل مسكين، 4 في 10 ب40، فيعطي 4 دينارات لإطعام 10 مساكين، كل مسكين 4، يختار عائلة مكونة من 3 4 أو 5 يعطيها، وهكذا لأن يكمل 10. وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين، بعض الناس يجي لي العمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم، لا، ربما العامل هذا يوميته لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في لازم تتحرى أن يكون من المساكين، أن يكون محتاج ما عنداش يعني ما يملكش كثيرا من القوت، يجي نهاية الشهر ومرتبة مش ملحق عليه، إما إيجار إما أكل إما شرب إما لباس ضروري، هذا هو اللي تعطيه المساكين اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم طبعا معلش قبل الأخت بتول، إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة، ما قدرش لا يطعم ولا يكسو، الزوز ما قدرهمش، ما عنداش مال، فقير، نقولوا له هنا يجب عليك صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون متتابعات، مش شرط، كان فرقت بينهم عادي، كان قدرت يعني تستبق الخيرات وتعجل فيها تصيمهم 3 ورا بعض أحسن. لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخيير، فيقول لك ما تحنتنيش ما تخلينيش نصيم 3 أيام، لا، الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، كان ما قدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم، أما الصوم فلا يجزئ ابتداء، ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر، واحد صام وهو قادر على الإطعام نقولوا له باطل، ما الصوم هذا ما لم يجزئ عن الكفارة، يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.